السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي طلبة وطالبات الصف السادس، أهلا وسهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده هنحل مع بعض من صفحة 209 ل 212 مراجعة مع الوحدة الخامسة من كتاب كونكت جيم الأضواء إنجليزي الصف السادس. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. نقول بسم الله. السؤال الأولاني بيقول لك ماتش. عندك هنا بعض الكلمات الأول لازم نترجمها. كلاي يعني طين، تولز أدوات، سكالابترز اللي هي منحوتات، اركيولوجيستس اللي هي علم الاثار، مايستري يعني ايه غامضه. طيب هنا هتقول له اول واحده هنا اللي هي رقم 2 اللي هي التولز الادوات، هي عباره عن اوبجكت مواد او ادوات we use to make or do anything، يعني حاجات احنا بنعملها عشان خاطر بنستخدمها عشان نعمل منها اشياء، يبقى دي تولز الادوات. طيب رقم 3 اللي هي المنحوتات اللي هي سكالابتشر، هتقول له هنا سكالابتر هتقول له ارت بيبقى فن ميد فروم ستون او وود، يعني حاجه بتكون مصنوعه من الخشب او الحجر، يبقى دي الايه المنحوتات. طيب رقم واحد اللي هي الكلاي اللي هو الطين، طيب اوف ايرث بيبقى نوع من الحاجه من الارض، زيت ستيكي وين ويت بتكون رطبه. طيب رقم أربعة تقول له a person we studies very old، بيدرس الحاجات القديمة objects المواضيع القديمة، that they find under the ground تحت الأرض، هتقول له الأركو جيولوجيست اللي هو عالم الآثار. ميستري اللي هي الحاجة الغامضة، بتبقى حاجة something شيء ما that people don't understand، الناس ما بتقدرش تفهمها. طيب هنا في السيركل هتقول له نمبر 1 هتقول له جو، نمبر 2 هتقول له ميك، نمبر 3 نمبر 2 هتقول له did. طيب هتقول له we didn't have a good meal، احنا ما عندناش وجبة كويسة in the restaurant في المطعم. the water in the sea هتقول له wasn't warm، ما كانش دافئ. where did you find your book، انت لقيت كتابك فين؟ قال له زي وير كان ايه في الشنطه. طيب هنا هتقول له كومبليت في الدايلوج، هتقول له هاو واز يور تريب، رحلتك كانت عامله ايه؟ قال له ات واز ريلي جود، كانت جميله. وي وينت ذا ويسترن ديزرت. طيب هنا يا شباب هتقول له واو ديد يو جو ويز يور بارنتس، هل انت سافرت مع ابائك؟ قال له نو اي وازنت ويز ماي فاميلي، انا كنت مع عمي. with my uncle، يبقى I wasn't with my uncle. we found some very nice places، هتقول له هنا where. نمبر 7 هتقول له وير، ورقم 8 هتقول له ويرنت، ورقم 9 هتقول له هاد. حلنا صفحة 209، ننتقل لصفحة 210 حبايبي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. طيب هنا بعد بيقول لك هنا listen yesterday I went on، هتقول له فلوكة، انا رحت في الرحلة ايه للفلوكة. افلوكة is a traditional sailing، الفلوكة دي بتكون رحلة ابحار بالقارب بوت. طيب اتول مان اللي هو الراجل الطويل كولد كريم، كان بيدعى كريم was the captain of the boat، كان كابتن الايه القارب. he had the skills، وعنده المهارات to sail ذا فلوكة، ان هو يبحر بالفلوكة. في اللي تشوز برضو my uncle went to a long voyage رحلة طويلة بيسيب البحر. a team of archaeologists اهي found many sculpture منحوتات in the area في المنطقة of the pyramids الأهرامات. ماركو بولو was an Italian explorer، كان مكتشف إيطالي. we travel in the desert، احنا بنسافر الصحراء by camel بالجمل. في البنكتويشن في الترتيب هنا يا شباب، معلش في الريدز الكومبليت تكست، اول واحده هتقول له كابين، رقم 2 هتقول له كابتن، رقم 3 هتقول له وايت، رقم 4 هتقول له اكسبلور. حلينا صفحه 210. بعد ما نقرا القطعه دي يا شباب، الاجابه اهي في التشوز. بيقول لك ذا جنرال ايضا الفكره العامه للنص بتتكلم عن الفاكيشن الاجازه. سوزان اند هير فاميلي، سوسن وعائلتها وينت افاكيشن تو كرواتيا، راحوا ليه اجازه لكرواتيا. ذا ماركو بولو ميوزيوم، متحف ماركو بولو از وان ايه؟ هتقول له اون ايسلاند في جزيره. answer the following question who was ماركو بولو، مين ماركو بولو ده؟ هتقول له he was an Italian explorer، هو مكتشف ايطالي. he was an Italian explorer، هو مكتشف ايطالي. when did ماركو بولو visit China، هو زار امتى ماركو الصين؟ تقول له in the 13 في القرن ال 13، 13 13 century في القرن ال 13. طب في الترتيب هتقول له هنا where did you go on in a vacation. طب هنا هتقول له ذا sculpture المنحوتات had complicated، كانت بتحتوي على hair style. طيب هنا رقم 3 هتقول له she didn't want، هي ما كانتش عايزة to go on a journey، هي ما كانتش عايزة تروح في اليوميات. طيب هنا بيقول لك my family went، هتقول له هنا she didn't. خلاص. طب في البنك تويجن هتحط الدبليو هنا كابيتال، لان دي وير ديت قايله بتدل على المكان، وهنا تحط كوتشن مارك. في المارك بولو هنا هتقول له
هتقول له ماركو بولو was an Italian explorer، كان مكتشف إيطالي. he was one of the first people، كان واحد من أوائل الناس from the west، من الغرب، to visit China، اللي راحوا يزوروا الصين. he went three، هو ذهب هناك in the في القرن ال13 and wrote a diary، كتب يومياته about his experience، عن تجاربه ديت. it is called the travels، كان بيسميها travels of ماركو بولو، يوميات ماركو بولو. he was a famous traveler، هو كان مستكشف مشهور. حلنا صفحة 211، ننتقل لصفحة 212. اهي يا شباب ده الباراجراف اهو. يبقى احنا كده كتبنا ايه؟ كتبنا نص من 50 كلمة عن ماركو بولو. اثبت لكم بس شوية عشان خاطر تعرفوا تنقلوا الباراجراف ده، لان الباراجراف بيبقى محتاج كتابة. وبعد كده ننقل للصفحة 212. Marco Polo was an Italian explorer. He was one of the first people from the West to visit China. He went there in the 30th century and wrote a diary about his experience. It's called The Travels of Marco Polo. He was a famous traveler. صفحة 212. يلا يا بطل في الديالوج هنا بيقول لك read and complete. هتقول له what are you reading انجي؟ انت بتقراي ايه يا انجي؟ قلت له I am it's my travel. هتقول له diary، يوميات. I want to remember my trip to Luxor. انا بحب ان انا بتذكر يومياتي في رحلة الأقصر. قالت لها what was your favorite thing؟ ايه الشيء المفضل about the vacation في الأجازة دي؟ قالت لها الفلوكة. وبعد كده قالت لها really it's ايه amazing. طيب هنا يا بطلة هتقول له كامل. نادى رود كامل، ركبت الجمل in the desert في الصحراء last week. the sculptures اللي هي المنحوتات of the nook we are made from clay، من الطين. هنا هتقول له experience، خبرة. amazing experience يعني خبرة ممتازة أو خبرة مميزة. explore هتقول له هنا dairy، هتقول له هنا traveled. my parents traveled to إيطاليا، الآباء أو الوالدين سافروا إلى إيطاليا on their last vacation، في أجازتهم الماضية. where do they go this morning؟ هنا هتقول له my friend didn't meet، ما قابلونيش for dinner، على العشاء yesterday، مساء. طب yesterday was rainy، أمس كانت بتمطر and cloudy، كانت مغيمة. the kites اللي هم الأطفال أو العاطفيين were on a board، على القارب 2 hour ago. طيب يلا يا بطل هنا في الترتيب. هتقول له عمر didn't visit فرنسا last year. منى was at the party a week ago. where were your parents yesterday؟ the dromedaries هتقول له moved slowly in the desert. did you visit the Marco Polo ميوزيوم؟ هل انت زرت متحف ماركو بولو؟ احنا كده حالنا وصلنا نهاية الفيديو. ما تنسوش يا ابطال تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد بأمر الله من حل التدريبات والمراجعات. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. مع السلامة حبايبي.